السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. الفيديو نتاع اليوم كما راكم تشوفوا عبارة عن وصفة سهلة وبسيطة، ولكن الفائدة نتاعها كبيرة بزاف. هنا كما راكم تشوفوا عندي غادي نقدم لكم وصفة المشروب السحري او العجيب اللي هو الكركم مع الزنجبيل ولا السكنجبير، راح يكون غادي يكون طري. كما هنا تشوفوا عندنا الكركم، غادي نمشيو للعطار ناخذوه كما قالوا حب. هنايا ما ناخذوش مطحون، انك تطحنوه في الدار، تمسحيه وتدقيه كيما راكم تشوفوا يعطيك على شكل بودر كيما هكذا. حاجه اللي تكون ما في الدار احسن اللي تكون مخدومه تشريها على برا واجده. وهنا ناخذ تقول اعطيني زنجبيل طري كيما راكم تشوفوا كيما هكذا خضر. تاخذي غير قياس باش يبقى لك زعما ديما يبقى لك كيما هكذا فري. تبشري غير لطون اللي تكوني باغا تسحقي هكذا، تبشري على قد قياس اللي خصك، والاخر تلمديه في بلاستيكه وتدخليه للفريكو هكذا يقعد لك ديما باقي هكذا فري. الطريقه نكونوا محميين دايرين الماء سخون، ناخذوا كيما راكم تشوفوا مغرفه قياس مغرفه صغيره كيما هكذا، نديرو في كاس. بس غادي يكون الكاس اللي تخليه سبيسيال لهاد الوصفه، لحقاش كتبقى ديما تخلي لي طراس تاع الكركم. ديري مغرفه صغيره كركم وزيدي عليها هذاك الزنجبيل، وتزيديه الماء يكون سخون بزاف، وتغطيه وتخليه حتى يطلق ديك الخمس دقائق ولا ديك العشر دقائق، ومن بعد تشربيه. هاد الوصفه فاش مفيده بزاف للصوالح، خاصه الالتهابات ولا الاكسده تخفف. يكون في عندك سطر تاع لا غيغل ولا اي مليحه للقلب، مليحه للجهاز الهضمي، غير ما تكثريش منها. الطريقه انك تشربيها في اي وقت بغيتي، ولا بغيتي تخليها تانيك في الليل. انا كنشربها مره في النهار، ما تكثريش منها. ما سيرتو الزنجبيل جماعه الضغط غادي يطلع عليكم الضغط، بصح الا شربتيها غير مره ما عندها ما تاثر فيك. ما ديريش زعما نقولوا بكميات كبيره، شربيها غير مره في الاسبوع ولا مره في النهار باش ما تاثرش لك على الصحه نتاعها. مليحه للقلب، مليحه للجهاز الهضمي، تعزيز المناعه. سيرتو رحنا في لابريود نتاع الشتاء، لا غريب تقوي المناعه. وتانيك في اللي زيدها الليم كتعمل على انقاص الوزن. هذيك اللي شربها نقولوا بكميه 3 خطرات في النهار. ولا اللي عندها اي سؤال او استفسار مرحبا بها. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب نتاعكم. لا تنسوا الضغط والاشتراك في القناه وترك تعليق حتى تعم الفائده. دمتم في رعايه الله وحفظه.